السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ما حبيتش اتكلم في اول الفيديو، كنت قصده بصراحة ان انا اسمعكم صوت القرمشة بتاعت الشيبسي بتاعنا اللي احنا هنعمله في البيت. طبعا كله هيقول لا دي ضحك علينا وده الشيبسي مشترياه من بره. انا مش عايزه احلف في الفيديو، بس الفيديو ده والشيبسي ده انا اللي عاملاه في البيت، وحبيت اوريكي نوع البطاطس اللي انا عامله بيه الشيبسي. دي البطاطس العاديه بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها عادي، يعني انا ما روحتش اشتريت بطاطس الشيبسي اللي هي لونها احمر. في نوع للشيبسي بطاطس لونها احمر، بس البطاطس اللي لونها احمر دي بتاعت الشيبسي بتكون غالية، لكن احنا هنعمل بالبطاطس العادية بتاعتنا اللي في السوق، اللي الكيلو بتاعها ب10 جنيه دلوقتي. احنا قشرناها البطاطس كويس وهنغسلها كويس. تمام. بعد ما غسلنا البطاطس هجيب القطاعة اللي انتوا شايفينها دي بتاعت الشيبسي وهقطع بيها الشيبسي عادي. انتوا طبعا عارفين القطاعة بتاعت الشيبسي دي، واكيد عارفين ازاي تشتغلوا عليها شيبسي. بس اللي وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، يا ريت تصلي على الرسول وتذكري الله كتير وتنزلي تعملي لي لايك، ويا ريت تدعميني في القناه وتشتركي فيها علشان يوصلك مني كل جديد. انا عايزه اقولك ان حبيتين البطاطس دول بسم الله ما شاء الله عليهم هيعملوا لي كميه حلوه جدا جدا من الشيبسي. هيعملوا لي يعني بسم الله ما شاء الله يعني حوالي اكتر من 4 اكياس شيبسي اللي هم ب5 جنيه، او 3 اكياس من ال10 جنيه دول، من اللي ب10 جنيه. بعد ما خلصنا البطاطس انا هغسلها كويس جدا، وبعد ما اغسلها هحطها في ميه، بس لازم تحطيها في حاجه واسعه عشان البطاطس دي هتزيد معايا، لاني هدخلها التلاجة تاخد يوم. كده انا حطيتها في ميه وهدخلها التلاجة. انا كده تاني يوم طلعتها من التلاجة. بص البطاطس عملت الشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل الشيبسي، اخدت الوضعية بتاعة الشيبسي او الشكل بتاع الشيبسي. بتنفش معايا في المية في التلاجة، بتاخد شكل تعريجة كده. بسم الله ما شاء الله عليها، معرفش بتاخدها ازاي. لازم بتسيبيها يوم في التلاجة في المية علشان تعمل الشكل ده. واول ما بتحطيها معانا في الزيت بتبقى شيبسي، ما بتتحمرش بلون او ما بتتحرقش، ما بتاخدش اللون الاحمر الخالص ده. انا هنا جايبه طاسه فيها كميه زيت محترمه زي ما انتوا شايفين كده، وبولع عليها البوتاجاز وبنزل واحده. لما بلاقي الزيت سخن بتاعنا بختبرها بواحده شيبسايه واحده اهي. اول ما تعمل كده خلاص انا بنزل على طول بكميه الشيبسي بتاعنا، ولا بمسح ولا بجيب فوطه انشف فيها الشيبسايه واحده واحده. ولا اي حاجه، يعني باخدها من الميه على الزيت على طول اكنك بتقلي بطاطس بالظبط. بس الفرق اللي بينها وبين البطاطس ان انتي بتقفي جنبها، بتغيبي وتروحي محركاها شمال يمين شمال يمين زي ما انا عامله كده، علشان كلها تاخد لون واحد. تمام، يعني انا ما بمسكش البطاطسايه وبروح منشفاها ومنزلاها في الزيت زي ما بنشوف في الفيديوهات، لا. اهو زي ما انتوا شايفين كده بفضل اخد ودي فيها في التقليب لحد ما بوصل للون ده، وبروح على طول متفرجاها من الزيت، وبروح حاطه كميه تانية من البطاطس. وخلي بالك الزيت ما بيخلصش، الزيت بيقعد معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفه ازاي انا باخد من الميه وبنزل على طول في الزيت. ومش شرط ان انت تنزليها واحده واحده، لا، ممكن تنزليهم شويه بايدك، وانا هوريكي في اخر الفيديو. انا بنزلهم شويه في ايدي عادي، وبحركهم بفكهم من بعض في الزيت زي ما انتوا شايفين. وبرضو بفضل ايدي فيها وبحركها ايدي فيها، انا ما بروحش بعيد منها. خدي بالك منها كويس عشان ممكن تتحرق منك او لونها يحمر بسرعة. احنا عايزين الشيبسي يبقى لونه واحد. صلي على النبي كتير واذكري الله كتير، وانزلي دعميني في الفيديو ده واعملي لي لايك زي ما انتم ما شايفين كده. بفضل احرك فيها، اخدت اللون اللي احنا عايزينه ده، وبروح على طول مطلعاهم على اخواتهم دول اللي في الطبق، ولا بنزلها على مناديل ولا اي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين عادي. بروح هحط كمية تانية، بس انا ايه، عايزة انجز معاكم، انا مش عايزة الفيديو يطول عشان ما تزهقوش مني.
هي بس لونها كده، طبعا لونها مش زي اللون التاني. ليه؟ هي لونها التاني ده اللون الطبيعي، بس دي علشان تحت الشباك على طول، تحت الشباك والدنيا نهار والشمس ضاربة فيها، فعاملة معايا اللون ده. لما اجي احطها على الناحية التانية هتبان. بصي كده، بصي بسم الله ما شاء الله، انا مليت طبق وفاضل كمية حلوة، واديني هحطهم مرة واحدة، شايفين؟ يعني ما حطيتهاش واحدة واحدة، انا رميتهم مرة واحدة في الزيت زي ما انتم شايفين كده، وهفكهم من بعض في الزيت. او انا كده بفكهم من بعض، هيفكوا من بعض، لان المية البطاطس عشان باتت في المية عملت حاجة حلوة كده، معرفش يعني. الزيت ما بتلزقش ببعض في الزيت، وما بتطلعش طرية، لا بتطلع متقرمشة ومتحمصة. انا كده بسم الله ما شاء الله خلصت الطبقين الكبار الحلوين دول زي ما انتوا شايفين كده. بصي بقى، بصي القرمشة والحاجة بتاعتها تحفة. يعني لو عملتيها مش هيبان اصلا ان انت عاملاه في البيت، ده شكله ان انت مشترياه من بره. طبعا ده مفهوش ولا ملح ولا اي بهارات خالص. انا بجيب هنا بهارات، عندي اي بهارات عندك، انا عندي بابريكا وتوم باودر وبصل باودر، بهارات فراخ، عندك طعم الجبنة هاتي، في طعم الكاري، في طعم الكباب، هاتي من اي حاجة من عطار، اي اطعم من العطار وهاتيها. مش عايزة تجيبي اطعم من العطار، هاتي يا ستي بهارات الفراخ من العطار مع شوية ملح وشوية بابريكا ورشيهم وخلاص على كده. زي ما انتوا شايفين كده انا برش البهارات او بحط عليها البهارات اللي انا عملتها، وهفضل اقلب عشان تشوفوا ان دي مش شيبسي جاهز، بس هو نفس الشكل بتاع الجاهز ونفس الطعم، نفس الطعم بتاع الجاهز بالظبط، وبتوفري في البيت. هتقولي لا اصلا انا ما وفرت الزيت، انا خدت زيت. لا طبعا انت كده برضو وفرت زيت. يعني انت لو بتمن 3 اكياس شيبسي من بره، دول بتمن 3 اللي هو ب10 جنيه، يعني ب30 جنيه. 30 جنيه مش هتجيبلك 700 جرام زيت، لا هتجيب طبعا. بسم الله ما شاء الله عليها، تحفة بصراحة. الشيبسي حلو خالص. انا بس حولته في طبق تاني علشان عايزة اديله صورة كده، علشان تجذبكم كده، وتفتحوا الفيديو وتتفرجوا عليه، وتنزلوا تدعموني، تعملوا لي لايك، وتنزلوا وتشتركوا في القناة بتاعتي. اتمنى انكم تشتركوا عندي في قناتي، واتمنى انكم تدعموني وتعملوا لي لايك. ما تنسوش تصلوا على الرسول كتير وتذكروا الله كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد مع رعاية الله.